السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده عاوزاكي تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو انت لسه اول مرة تشوفيني. النهاردة جاية لكم فيديو جديد ووصفة جديدة لعمل الرنجة، ولو مش بتحبيها هتحبيها. اول حاجة كده هجيب 5 حبات طماطم، و5 حبات بصل، وفلفلتين حاميين، و3 قرون فلفل رومي، وجزرتين. كمية الخضار بتفرق، يعني على حسب عدد الرنجة اللي انت جايباها. لو مثلا 6 رنجات انا حاطط لهم الخضار ده. وبعد ما غسلت الخضار قطعته جوانح، يعني مش صغير ولا كبير، متوسط. وبعد كده هجيب طاسة واحط فيها، بس بعد ما اخلص كمية تقطيع الخضار كله قدامكم زي ما انتوا شايفين، بقطعه جوانح. كله الكمية كلها نخلصها وهنمشي واحدة واحدة مع بعض، عشان كله يعني المعلومة توصل بسهولة وتقدري تطبقيها بالظبط. يا جماعة، بجد والله بجد، لازم تجربوها، تعجبكم جدا وهتغيروا فكرتكم عن الرنجة وطعمها واختلافها من الطريقة دي للطريقة اللي هي التقليدية. واللي هيجربها يا ريت يبقى يكتب لي في التعليقات. دلوقتي بقى انا بوريكم شكل الخضار بعد ما قطعته كله. اهو البصل والطماطم والفلفل، الفلفل بس كان احمر، الفلفل معايا انا كنت حاطه فلفل رومي احمر، والفلفل الحامي اللي هو الصغير ده، الاخضر الصغير جدا ده. دلوقتي بقى جبت الطاسه وحطيت فيها 3 معالق زيت، وبعدين هحط بعد ما الزيت يسخن جدا هحط البصل اول حاجه لوحده زي ما انتوا شايفين. انا بحاول ان انا ما احطش فلفل او طماطم مع البصل. دلوقتي بقى هحاول ان انا يعني ادمج البصل مع كمية الزيت اللي انا حطاها في الطاسة عشان يتشرب منها كلها، واسيبه لحد ما يدبل. عقبال ما يدبل سبته يدبل، وانا كنت لسه ما قطعتش الجزرايه. هبشر الجزر او الجزرتين. هبشرهم، مش هقطعهم مكعبات او جوانح زي الطماطم والبصل. هبشر الجزر اهو. دلوقتي طبعا بوريكم ان البصل دبل، انا عايزه اوصل لدرجه الدبلان بتاعته دي. هحاول اوسع مكان في النص وهنزل بالطماطم.
على فكرة انا نزلت بالطماطم والفلفل، لان الفلفل لونه احمر برضو زي ما اتفقنا من شوية، انا حطيت فلفل رومي احمر. هفضل اقلب فيهم كده، وبعد ما اقلب فيهم واحس ان البصل اتقلب كويس جدا مع الطماطم ومع الفلفل، و... وهحط الجزر شوية، وهحط الجزر هغطيها واسيبها على نار هادية عشان القوطة تدبل، احس ان هي يعني نزلت المية بتاعتها ودبلت. المهم دلوقتي بقى هنخش في هننضف مع بعض الرنجة، ووريكم طريقتي في تنظيفها. اول حاجة انا بشيل الراس والديل، الجزئين دول بشيلهم اول حاجة، وبعد كده بفتح الرنجية من الظهر، وبشيل سلسلة الشوكة اللي في النص دي، وبلاقيها بقت سهلة معايا عشان انا فتحتها من الظهر، يعني بتبقى اسهل. انا موضحه لكم كل حاجة عشان تبقى يعني نظري، ويعني نظري قدامكم. نفسي تجربوها هتعجبكم. وبرضه هشيل الجلدة بتاعت الرنجية من ورا. بطرفي بصباعك هتروحي ماسكة اول طرف اول الجلدة بتاعت الرنجية، وهتشديها واحدة واحدة، هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهولة. انا كده خلصت الكمية كلها، طبعا ما عملتهاش معاكم، وريكم واحدة بس، وانا عملت الباقي معايا لوحدي. وبعد كده همسك الرنجة هقطعها زي ما انتوا شايفين بالسكينة لأجزاء صغيرة، يعني بقيت ماسكة نصين الرنجة فوق بعض، وبقطع مكعبات صغيرة، كله على كده بقى. وكل ما الاقي شوكة صغيرة ولا اي حاجة بتقابلني في طريقي بروح شايلاها. انا هدفي ان انا اقطع الرنجة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. امال هي اسمها رنجة سلطة ليه؟ انا دلوقتي بوريكم، بحاول ان انا اوريكم، يعني اوضح لكم إيه، يعني بصوا بوريكم ازاي بقطعها، عشان انا نفسي تاكلوها، انا نفسي تدوقوها، يعني انا يعني انا نفسي تعملوها وتاكلوها وتجربوها، هتعجبكم ان شاء الله. لو انتي وصلتي معايا لحد هنا، حطيتي لايك ولا لسه بقى؟ لو ما حطيتيش حطي لايك واشتركي في القناة لو انتي لسه مش مشتركة. انا بقطع معاكم دلوقتي الرنجة، وكل ده البوتاجاز والع على الطاسة بتاعت الطماطم والبصل والفلفل والجزر، كل ده بيتبلوا بس مطية عليهم.
الطريقة دي حلوة جدًا يا جماعة، ممكن تنفعكم في مثلًا في العيد، لو مثلًا تتجمعوا أول يوم العيد كلكم في بيت العيلة، في يعني مجموعة بتخرجوا مع بعض كده، ممكن تعملي الوصفة ديّة الكل هيشكرِك عليها وهيدوقوها وهيقولوا لِك أنتِ يعني هيحبوها من إيدِك. أنا كده باحاول أشيل الشوك على قد ما أقدر، عشان لمّا نيجي ناكلها أو نعملها ساندوتشات بالطحينة ألاقي يعني ما فيش شوك بيضايقنا، ألاقي رنجة بوريه يعني مش بوريه، لأ، منزوعة الشوك. بس طبعًا مستحيل هنقدر نشيل الشوك كله، بس على قد ما باقدر باشيله. علشان ما الشوك ده ما يضايقش، وخصوصا ان هي معموله سلطه يعني اللي هيجي ياكل هياكل، هيعمل سندوتش هياكل على طول، مش هيقعد بقى يبص في الشوكه وكده، مش زي ما تبقى سليمه. هي خدت مني هنا وقت عشان انا كنت عامله كميه كبيره، بس هي بصراحه لو انت عامله مثلا 3 2 مش تاخد منك نص ساعه واقل كمان. هنا بوريكم بقى الخضار وصل للدرجه ديت، اللي هو الدبل، الدرجه دي الدبلان بتاعته ديت. وبعد كده هحط الرنجه في النص كده وهقلب فيها، هو ولع عليها النار دلوقتي، النار ولع عليها. هقلب تقليبه كده واروح طافيه على طول عشان طبعا ما تحرقش. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، استنوني في الفيديو الجاي، هتوحشوني جدا، مع السلامه.